مجيد قلنا اللقاء رقم 10 اللي بيجمع الاهلي والانتاج 7 انتصارات اهلاويه مقابل تعادلين ولا فوز للانتاج. محمود فتح الله من المناطق الدفاعيه يلعب طويله اماميه، يطلع حجازي انما يظبطها وياخدها تاني احمد مجدي اللي هيكون النهارده الباك اليمين في تشكيله الانتاج. وهنتكلم عن الشكل بوجود فتح الله ولؤي وائل واحمد سعيد اوكا، 3 مع عاشور. غايب النهارده حسام غالي للاصابه، يلعبها قصيره عاشور وياخد منها فاول. درع الدوري البطوله الاقوى في الكره المصريه، ضربه حره موجوده تتلعب جوه ال 18، جاي من ورا حجازي مع عمرو جمال عشان يلعب بدماغه انما يطلع الدفاع تاني اللي يلعبه قدام اجاي، راح وفك وراح في مكانه عمرو جمال انما معاه احمد سعيد اوكا مش سايبه ويعمل معاه فاول. عبد الله السعيد امام منتخب غانا، الهدف اللي هيفضل في ذاكره الجماهير. ادي عبد الله يلعب على طول جوه ال 18 انما يطلع الدفاع مره ثانيه واحنا بنتكلم على السعيد، ياخدها ويلمها علي سعد سمير مش سايب عمر السعيد، اشتباك واشتراك يخلصوها كويس المره دي. احمد فتحي اللي جاي اهوت وبيقرب، عرضيه نموذجيه حلوه، العرضيه خطيره فوقتنا ديت، حلوه العرضيه. ادي العرضيات اللي تقدر تديك الشكل. احمد فتحي واحد من اللي تالقوا في مواجهه البلاك ستارز، وهنشوف اجاي كان متسلل ولا موقفه سليم. انما بص شوف احمد فتحي بيعمل ايه، تحرك اكتر من رائع، انما شالها بشكل غريب كده اجاي كأن الراجل بيطلعها عايزه جبهته، نطحها الراجل كده، تحس ان نطح الكوره لخارج الملعب داخل 18 المنافسين. ويبقى واحد من الفراوده اللي يسجلوا ويعملوا لك مفاجاه في اي وقت من اوقات المباراه. تتلعب العرضيه تاني، عمرو جمال من على حدود ال 18 عاوز يخطف بدماغه، مسافه بعيده قوي حتى لو لبست في دماغه، وباقي اللعب بعد كده تحت سيطره المدافعين سواء للانتاج الحربي او فراوده الانتاج على دفاعات الاهلي. تتلعب العرضيه في منتهى الخطوره، عدت من كل المدافعين، انما اوكا اتفاجئ بالكره قدامه كده. كان في مساحه على فكره، لو الراجل عنده احساس المكان كان ممكن يسند ويسدد كمان، انما خبطت في دماغه وطلعت بره. بص اللعبه من الاول اهو، عدت اهي اتخبطت في المدافعين، لمسها له يا دوبك كده وخدها اوكا مره واحده بجوار ما خد القرار يكمل فردي عشان يسدد. تقفيل دفاعي للمره الثانيه لؤي وائل، انما عبد الله السعيد تسديده جامده خطيره لسه عمرو جمال جوه ال 18 مش ممكن اللي فاتت. برافو عامر، انما تسديده مفاجاه من عبد الله السعيد. المفاجاه بقى موجوده دلوقتي والشجاعه، يتالق عامر بعد ما عملت بند خفيف كده ما قدرش يسيطر عليها ويمسكها، حب يحطها على جنب. الفولو موجود من عمرو جمال والقرار اتاخر كتير، كان في قرار من المساعد والحكم الاخيره ولمسه اليد اللي اداها الحكم. علي معلول هيلعب على طول جامده جوه ال 18، يطلع الدفاع عن طريق احمد سعيد اوكا، انما ياخدها تاني وليد سليمان ويحركها لعبد الله السعيد. لسه ضاغطين خارج الملعب الى ضربه ركنيه، الضربه الثابته اتردت بره، ضغطوا وخدوها تاني. وعبد الله السعيد حب يعمل عرضيه من الناحيه العكسيه، خد منها ركنيه بعد ما جاله اوكا. لغايه دلوقتي مسيطرين تماما، مقفلين العمق. اجاي ما قدرش يستثمر المرتين اللي ظهر في مواقف مهمه جدا قدام مرمى عامر المرتين بنسبه 70% 80% كمان كان يقدر يسجل. عبد الله السعيد هيلعب الركنيه، يعلقها على الايم البعيد، سعد سمير عاوز يردها تاني انما خارج الملعب. ادي سعد سمير، احمد فتحي تاني يحطها له حلوه بحرفنه يا ولد يا لعيب على حدود ال 18، بيفقدوا التركيز في النهايات. حسام عاشور تسديده بعيده تماما خارج الملعب. ادي حسام عاشور اهو اللي سدد اللعبه الاخيره بنفس الحال لما في ال5 دقايق اللي فاتوا يهين نفسه شويه ويتحرك ويقرب من المساحات اللي فيها الكوره، جاي من ورا لقدام ويطلع ويشيل مره ثانيه الدفاع في اتجاه صوصمين 3 على اقل تقدير. ودي بعض اللقطات لمحاولات الفرقتين الهجوميه، الترقيصه اللي عملها لؤي وائل وخد فيها اجاي واحده في منتهى الجمال، وكمان كوبري كوبري عبد الله السعيد، كوبري جديد. الافتتاح بتاعه كان النهارده، يعمل لك حاجات عبد الله كده يفوقك، وممكن يغيب عبد الله طول اللقاء. في الحاله رقم 8 فتحي ماشي وطالع لقدام عاوز يعمل عرضيه. لو حسبنا العرضيات اللي اتعملت النهارده هم مرتين بالكتير، منهم واحده نموذجيه لاحمد فتحي، والباقي ما قدرش علي معلول ان هو يكمل ويقدم خدماته، يطلع الدفاع للمره الثانيه. وفي ضربه حره سمير عثمان من مكان مثالي، هل الارقام التهديفيه بتاعته، انما مع 8 اسابيع سجل امام اسوان والاتحاد يلعبها، انما يطلع تاني عامر خطيره. انما برافو يا ولد يا عامر، خطيره الاخيره. عامر يطلع على جنب
ضربه حره للاهلي، وليد سليمان بيترجمها، انما علي معلول الجدول هيبقى شكله ايه؟ ادي لعبه وليد سليمان، شالها من فوق الحيطه بشكل كويس، انما عامر واقف الراجل وموقف في الزاويه الشمال الخامسه، وواقف في الحته بتاعته اللي جت فيها الكوره تحل لك كل المشاكل لو انت موقف الحيطه بتاعتك بشكل جيد زي ما عمل كده عامر. قفلوا له الزاويه، رجعها لعبد الله. علي معلول خطيره، اجاي خطيره مش ممكن اللي فاتت لسه. احمد فتحي يحط عرضيه، يطلع فتح الله، الاثاره موجوده، الاثاره حاضره مع الدقيقه الاخيره، واجاي هو اللي كان عنده النهايات النهارده الهجوميه، انما بدون توفيق في انهاء الكرات الخطيره اللي راحوا بيها على عامر للمره الثالثه والرابعه. اجاي من جوه ال 18، احمد فتحي على الارض المره دي، انما فتح الله متمركز بشكل جيد. في اعتقادي هتبقى اخر هجمات النادي الاهلي. عمر السعيد يعدي بيها ويلعب عرضيه على الايمن قريب في منتهى الخطوره، خطيره العرضيه، انما تغطيه من الناحيه العكسيه لضربه ركنيه، انما عدى وفك بيها كويس قوي عمر السعيد. ركنيه موجوده، ابو شعيشع نقل نفسه عشان يلعب من الجبهه اليمين تاني جوه منطقه الجزاء بضغط للانتاج على دفاعات النادي الاهلي مع اول دقيقتين، انما وليد سليمان يخلص الكره لقدام. اجاي من لمسه واحده حلوه تطلع تمريره مش مظبوطه من حسام عاشور من وسط الملعب. احيانا بتبدا الهجمه ولعيب هو اللي يضيع لك وانت رايح خلاص للمساحات والاماكن المؤثره. كان وصل وليد سليمان كويس، حسام عاشور بيقرب منهم، انما هنشوف اجاي. عبد الله السعيد خطير عرضيه، عمرو جمال لسه موجوده، جول جونيور اجاي الهدف الاول. اجاي منك يا راجل، هي دي اللي مستنيها الاهلاويه. 1-0 مع اول 3 دقائق، هجمه ب3 ارواح، مره يمين مره شمال الملعب. اجاي خلص لك المشكله بهدف تاني ليه في الموسم اللي احنا فيه. انما اللمسه الاولانيه واد عبد الله السعيد فكوا المره دي كويس قوي، عرضيه راحت هناك بعيد خالص، انما يرجعها للحياه مره تاني وليد سليمان اللي عنده 50% من الجون اللي اتعمل دوت. بص شوف عبد الله، بص وليد، وداس عليها اجاي، يمكن اصعب من الكورتين اللي جوله في الشوط الاول. ادي اللعبه، ووليد سليمان اللي ردها في منتهى الجمال والروعه عشان اجاي يسجل هدف التقدم في مواجهه اليوم. 1-0 سعيد ووليد سليمان، هدف من مسانده ثلاثيه. ادي اجاي للمره الثانيه خطيره، انما عامر يمسكها. بدا يتحرك كويس اجاي، وقلت النهارده وضعيته في الملعب اللي بدأ بيها حسام البدري هي الحته دي اللي هيقدر يجيد فيها الراجل، ان هو يجي منطلق من على الثلاثي الوسط. نشوف الضربه الركنيه، طلع الدفاع للمره الثانيه، واحنا بنتكلم على شكل النهارده دفاعات الاحمر في التقدم للامام سواء احمد فتحي او علي معلول. ادي جونيور اجاي صاحب ال 22 سنه، عمرو جمال، انما في فاول سمير عثمان قريب بيدي قرار. حسن الشامي شد الفانيلا مرتين لعمرو جمال، المره الثانيه كانت هتطلع بره خالص. فاول من مكان كويس قوي. 12 خطأ الاهلي، 9 الانتاج الحربي. تقدم اهلاوي عشان تبقى كل لقاءات الفريقين لغايه دلوقتي فيها جوان، حتى اللقاءين اللي تعادلوا فيهم 2-2 و1-1 في 9 مواجهات سابقه. فاول من مكان مثالي، علي معلول نقل نفسه عشان يلعب وتلف الكره وتعمل الواو جامده. عامر كان ممكن يمسك، عملها بالبوكس مبدأ الامان، انما يظبطها تاني احمد فتحي لعبد الله السعيد. كان راجع ورا احمد فتحي هو وحسام عاشور يقفلوا مكان حجازي وسعد الدين سمير جوه ال 18. حسن الشامي طلعها بدماغه، انما في فاول على حجازي ساند. في مواجهات الانتاج الحربي احمد فتحي سجل قبل كده، وليد سليمان سجل، عبد الله السعيد وعمرو جمال، 4 اسماء من اللي هدفوا في مرمى الانتاج موجودين مع النادي الاهلي. عمرو جمال يستلم من بره ال 18، جاي له عبد الله السعيد عاوز يعملها في العمق، انما قراها كويس قوي. برافو يا ولد يا لعيب له اي وائل، ويسندها في وسط ملعبه لاحمد مجدي، انما يضغط من القلب كويس ويقطعه ويعملوا ضغط امامي من عند حسام عاشور لعبد الله السعيد. حسن الشامي بيقفل في جبهته، نقلتين كويسين. بيحاول دلوقتي احمد فتحي ان هو يزيد ويطلع لقدام اللي يترجموا له الحاله في المناطق الاماميه. ما شفناش تحركات بين الثلاثه تديك اي مؤشرات ان هم بيعملوا هجمات او جمل جماعيه. ادي اللعبه اللي حط فيها كده الستارز بتاع الحذاء او وش الجزمه لعيبه نادي الانتاج، سواء بوجود كريم على الدكه وينزل او كان بيبقى وليد سليمان، تبقى التغييره كده مره هنا ومره هنا. اكتر من 10 متر فاول من بره ال 18، وليد سليمان يعملها تغير اتجاهها، خطيره وليد سليمان غيرت اتجاهها وكانت هتخدمه، انما الى ضربه ركنيه. ضربه ركنيه بعد ربع ساعه تقريبا
الاهلي مازال هو اللي بيسيطر، ومازال الانتاج الهجومي للفريق الحربي غير موجود، انما الانتاج الدفاعي للفريق الحربي كان جيد لغايه ما سجل الاهلي مع اول 3 دقائق. ضربه ركنيه، عبد الله السعيد هو اللي هيلعب، هو اللي عمل الجون النهارده. عبد الله السعيد عرضيه في منتهى الخطوره، عامر بالبوكس يطلع. النهارده عامر بدون هجمات متكامله ولعب جماعي رغم السيطره بالتمرير للنادي الاهلي في مناطق وسط الملعب. فقد كتير الانتاج الحربي من مقاوماته الهجوميه. خطيره فتحي، خطيره، هيعمل ايه؟ يتصرف ازاي؟ العرضيه كريم ندفد مش ممكن، لسه موجوده. يا سلام يا عبد الله يا سعيد، جول جول جول. هو ده عبد الله السعيد بتاع اخر السنه في الامتحانات. بقول لحضراتكم يغيب ويرجع لك بجوان. عبد الله السعيد يعمل جون ويسجل جون في 20 دقيقة لعب من بداية الشوط الثاني. ثنائية أهلاوية أمام الإنتاج الحربي. بص شوف الحكاية من أولها، 3 تمريرات في منتهى الجمال، إنما اللي عملها وليد سليمان دي إيه؟ بلسم يا ابني لأحمد فتحي. كريم ندفد رفض الهدية أول مرة، إنما عبد الله قال لك دي ما ترجعش يا جدعان. الهدف الثاني للنادي الأهلي 2-0، يترجموا حالة السيطرة اللي كان غايب عنها حالات التهديف في فترات المباراة، انما عبد الله السعيد يسجل الهدف الثاني مع الدقيقة 65. ادي اللعبة وادي التسديدة، وعامر ما يقدرش يعمل معاها حاجة عشان النادي الاهلي يتفوق بهدفين. عبد الله انما لؤي وائل ياخدها بدماغه كويس، انما هتطلع من رجله ازاي التمريرة؟ عملها امامية لأوميد أوكري، ياخدها تاني ويدخل بيها الملعب صلاح أمين. صلاح مع وليد، صلاح عاوز يلفها. الفكرة حلوة يا ولد، إنما تبعد أو فتح يقطع. العدد قليل، هل هيستغلوا أجاي مع زمايله؟ مؤمن مش ممكن. مؤمن زكريا جايالك هدية، ده أنت واخد كرة وأنت نازل يا راجل، جايلك جون هدية وأنت جاي من البيت. مش ممكن مؤمن زكريا. جماهير النادي الأهلي بقى في الوقت ده بينعكس على شعورها تجاه مؤمن زكريا بلغة الكرة كده، بيهيج الجماهير عليه مؤمن زكريا رغم ان هو بيسجل كويس قوي. لعيبة الاحمر ادي محمود عبد الحكيم، لعيب عنده مهارة، انما قلنا في لقاءات ما تقدرش تعمل فيها الشغل بكامل لياقتك الفنية والذهنية. محمد سوسته خارج، هيبقى تبديل.